السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عادل أبو مرخية ما تجرأ أن يرد على أي حلقة أنزلتها عليه وتكلمت فيها عنه، فحاول يلمح ويعرض فيني في مقطع من مقاطعه حينما يرد على الأخ محمد بن شمس الدين. لم يتجرأ أن يعلق على أي كلام طرحته عليه، رغم أن مقاطعي وصلت إليه وأنا أوصلتها إليه عن طريق أحد الإخوة، لأن الجبان أعطاني بلوك في الخاص. تمام؟ شاف المقاطع هذه فلم يجرؤ إلا أن يفعل ما يفعله المخنثين، ألا وهو التلميح دون التصريح، وهذه حيلة الجبناء، وهذا ما عهدناه منك يا عادل. أنا أعرف أنك تتكلم عني، لكن أنت مو رجال ولا أنت كفو أنك تذكر اسمي صراحة، ولا أنت تستطيع أن تواجهني صراحة، وأتحداك. دعونا نسمع ماذا قال ومن ثم نعلق. هذه الرواية. وهو يذكرني بولد مرة في التليجرام جاء معي فقرأ صفحة فأخطأ، قلت له أخطأت، قال لي لا، هذا في القراءة 10 وأنت لا تعرف. هذا هو حاله. طبعا كما تكلمت في البث حينما رددت عليه، قلت أنه تحداني في قراءة القرآن، فوصلت إلى قوله تبارك وتعالى أمن لا يهدي. أنا نصبت له كمين محكم يا إخوة، فلما قرأت الآية قرأتها أمن لا يهدي، قال لي لا ما يصير، هذا غلط، قراءتك خطأ. قلت له يا دكتور هذه في العشر الكبرى، هذه في العشر الكبرى قراءة متواترة. يقول لي لا مو صحيح، لا هذا غلط. فتوجد قراءة متواترة هدى للمتقين، أما لا يهدي، هذه كلها متواترة، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أحمق. دعونا نسمع المشايخ القراء حينما يتكلمون عن هذه القراءة ماذا يقولون. إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء مع الغنة من الطيبة. ذهب بعض أهل الأداء إلى إدغام النون والتنوين في اللام والراء مع بقاء الغنة، وصحت الرواية بذلك عن كثير من القراء من طرق النشر، ننصت إليها من أفواه القراء. من ربهم غفور رحيم. هدى للمتقين من ربهم هدى للمتقين. فشفت يا جاهل، والله أنت لست بعادل، أنت جاهل قسما بالله. شفت يا جاهل يا أحمق يا متخلف أن هذه قراءة متواترة ويقرأها القراء. والمشكلة أنا أثبت لك هذه المسألة بعدها بيوم، قاعد تدور على المقاطع وادور على الأدلة عشان أفحمك فيها، وما شفت لك تعليق ولا شفت لك تعقيب. فترجع تثير نفس الموضوع اللي دعستك عليه ذاك اليوم في اليوتيوب. بعد أنا ما عندي مشكلة تثيره مرة مرتين ثلاث، لكن أتحداك تثبت أن هذه ما هي متواترة. ثاني مرة بتعرض فيني بطلع عينك يا عادل قدام الناس، مثل ما أنا مطلع عينك حاليا في المقاطع اللي قاعد أنزلها عليك. نزلت عليك صواريخ، والله ألجمتك إلجام لدرجة أنك تشوف فضايحك قدام عينك ولا أنت قادر تتكلم. 35 دقيقة ضرب في راسك ولا قدرت تسوي شيء. وآخر نقطة يا عادل، مثلك أنت لا يحدد من هو الولد ومن هو الرجل، أمثالك أنت ما يحددون هذا. تعرف ليش يا عادل؟ كل شوي تتكلم عني، هذا الولد متكلم عني قبل شوي ولد في التليجرام، محمد بن شمس الدين ولد. مو أنت اللي تحدد من هو الرجل ومن هو الولد ومن هو الذكر، ما تحدد، أنت مو معيار للمرجلة. تعرف ليش يا عادل؟ لا تنسى أنك أنت عادل الديوث. ناس إنك عادل الديوث، ما تذكر كنا نسميك في التليجرام الديوث؟ وبعدين ترى أنا مو محمد بن شمس الدين عشان يسكت عنك على كلمة ولد تتكلم عني تقول عني أنا ولد. أطلع عينك أنا يا عادل، لأن أنا أعرف كلمة ولد عندك تريد بها أن فلان من الناس هذا ليس بناضج، صح ولا لا؟ أن ما بلغ النضوج، مرحلة النضوج. فيا عادل انتبه، ترى أنا ماني محمد بن شمس الدين عشان أسكت عنك، أنا أقشع لسانك. ترى محمد بن شمس الدين ترى ساكت عنك، مو معطيك وجه. تمام؟ تقول عنه ولد مطنشك، معطيك على قد عقلك لأنك أنت طفل. تمام؟ أنت طفل.
لكن أنا أقسم بالله تقول عني ولد وتتكلم بالطريقة هذه أقطع لسانك. تفهم الكلام ولا لا؟ أقطع لسانك. لأنك لا تنسى يا عادل أنك أنت عادل الديوث كنا نسميك في التليجرام. تذكر لما جبت بنتك في وسط 15 شاب أعزب تخليها تغني وتتغنج بصوتها؟ ناسي ولا ما أنت ناسي يا عادل؟ أحط مقطع بنتك عشان تتذكر. استوديو سعيد فودة، إخراج حسن السقاف. أقصى مرامي أحظى. أنت لعلك ناسي هذا الموقف يا عادل، ناسي صح؟ إذا ناسي أنا أذكرك إياه، أذكرك بداياتك يا عادل، أذكرك بداياتك يوم تخلي بنتك تغني عندنا. فمو أنت اللي تحدد فلان ولد ولا فلان رجل. تفهم الكلام ولا لا؟ أنقل عقل بوجهك. يلا يلا، لعنة الله عليك.